السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا ترى النهاردة رايحين فين؟ النهاردة مش هنقول معلومة، بس هناخدكم في رحلة على شقة عين شمس. الشقة دي اللي لو تفتكروا قلتلكوا ساعة مشاكل بابا وماما مع جدتي سابوا البيت وراحوا سكنوا فيها وخدوها أجروها وسكنوا فيها. وبعد لما بابا طاهر وماما انفصلوا، بعد كده ماما قعدت مع جدتي فترة، وبعد كده ماما اتجوزت. ولما ماما اتجوزت من بابا حسن قعدوا فيها، وخلفت اخواتي الاتنين كمان فيها. والشقة دي شفنا منها عجايب وغرايب. الايام لو تفتكروا في الفيديوهات اللي فاتت لما كنت بحكي لكم في الايام اللي فاتت، وانا صغيرة وكنت بروح لماما خميس وجمعة مع جدتي، كنت بشوف حاجات غريبة بس ما كنتش بحط في بالي. يعني مثلا انا وولاد الجيران كنا بنلعب اولى. الناس التمانينات والتسعينات هيبقوا عارفين يعني ايه اولى، لعبة كده على الارض بالنط، ولعبة تانية اللي هي ايه عاملة زي الاكس او اللي هي ايه الطوبة اللي بنقعد نحركها. فلما كنا بنلعب الالعاب دي، انا لما كنت ببقى ماسكة الطوبة برفعها لفوق، الطوبة ما بتنزليش تاني. بس انا ما كنتش بحط في دماغي، بس كنت دايما مركزة هي الطوبة بتروح فين، بتختفي ليه. بالمناسبة احنا كنا ساكنين في دور ارضي، وكان جنبنا منور، والمنور ده كان نظيف جدا، وكان لما حد بيرمي فيه حاجة ماما بتقلب الدنيا. تاني حاجة، ماما عاملة شباك الحمام وشباك المطبخ سلك تقيل وسلك رفيع. حلو. من ضمن الحاجات اللي ماما بقت تحكيها بعد كده قدامي، انها في مرة داخلة المطبخ لقت بصمة رجل على الرخامة وبصمة رجل على الحوض، مكان ما بتحط الفوطة الصغنونة دي اللي بنحطها علشان نسند بيها الحوض اللي سوري، اللي هو بننضف بيها الحوض وبننضف بيها الرخامة، بنفردها كده فوطة بيضة او حتة بيضة او قماشة بيضة. لقت بصمة الرجل الناحية دي وبصمة الرجل الناحية دي. ندهت على بابا حسن وقالت له: ايه ده؟ تعرف انت طلعت عملت حاجة هنا؟ بالرغم من ان مقاس رجل بابا حسن مش نفس مقاس الرجل اللي ماما لقيتها، ومع ذلك سألته. قال لها: لا طبعا، ايه ده؟ وبدأوا يستغربوا من اللي هم شافوه. ومن ضمن الحكايات اللي ماما حكيتها لما ما كنتش عايشة معاها، ان كانت في مرة قاعدة واقفة في المطبخ بتعمل الاكل، والباب اتفتح ودخل منه بابا حسن، ودخل على الأوضة على طول. الشقة بتاعت عين شمس، الباب اللي هتشوفوه دلوقتي على شماله كانوا عاملين انتريه، وبعدين صالة صغيرة، وبعد كده طرقة حمام فيها الحمام والمطبخ، وبعد كده بيدخلوا على أوضة النوم. وأي حد هيدخل أوضة النوم لازم يعدي على الحمام والمطبخ. وبالتالي ماما متأكدة انها شافت بابا حسن وهو داخل الأوضة. بعد نص ساعة بالظبط قعدت تنادي عليه ما بيردش. شوية ولقيت الباب بيتفتح تاني، وبابا حسن داخل من الشقة وبيقول: السلام عليكم. بتقول له: ايه ده يا حسن، انت مش لسه كنت داخل من شوية؟ قال لها: لا يا حبيبتي، انا لسه داخل دلوقتي. قالت له: امال مين اللي دخل من شوية؟ واتنطرت وجريت على الأوضة. يا لهوي، امال مين اللي دخل من شوية؟ راحت بصة ما لقيتش حد، ولقيت اخواتي الاتنين نايمين عادي جدا في سريرهم. هما كمان كانوا بيناموا في أوضة بابا وماما عشان الشقة كانت ضيقة شوية. قعدت تحلف له ان هي شافته ومتاكده انها شافته، وقعدت تنادي عليه وهو ما ردش عليها. قال لها: بيتهيأ. في الفتره بقى اللي لما رحت فيها في اولى اعدادي علشان اتعاقب لما جبت درجه وحشه، برضو لو تفتكروا في الفيديوهات اللي فاتت، لما رحت هناك الفتره اللي انا قعدتها لما اتعاقبت، كنت بسمع فيها وانا في الحمام مثلا صوت بابا حسن بيقول لي: ايه عارفه، انتي متدلعه قوي ودلعك ده غيظني. تعرفي لما ماما تموت انا هعمل فيكي ايه؟ هتشوفي مني ايام سودة. ابص ورايا ما الاقيش بابا حسن. وايام تانية كنت ابقى في الحمام بتوضى او بغسل وشي، وكان فوق الحوض في مراية، كنت ابص في المراية الاقي خيال ورايا، ابص ورايا في الحقيقة ما الاقيش الخيال ده. وكنت بحكي لماما، والميه كانت بتنزل من الحنفيه ساعات كانها لؤلؤ، وما كنتش فاهمه حاجه ولا فاهمه ايه اللي بيحصل. وكنت بحكي لماما، وماما ما حكتش الحاجات اللي انا حكيت لكم عليها دي غير لما انا كبرت شويه. وفي مره خالي صمم ان هو يبات عندنا في البيت، وقال لها: انا هشوف حكايه العفاريت اللي انت بتحكي عليها دي ايه. ونام في اوضه الانتريه. ولما دخل نام في اوضه الانتريه ما كانش جاي له نوم، فخد كتاب من المكتبه عشان يقراه.
وهو بيقرا في الكتاب لقى الكتاب بيترفع من ايديه والكتاب على الهوا. نط فط من مكانه وقال لها ونده عليها وقال لها على فكرة بيتك فيه عفاريت فعلا. الكتاب نط من ايدي. قالت له صدقتني؟ صدقت اللي انا بقوله لك؟ في نفس اليوم ده الأوضة اللي خاله نام فيها اللي هي أوضة الأنتريه البلاط اللي فيها وقع حرفيا كأن في حد فاحت تحت الأرض. خلوا بالكم احنا في الدور الأرضي، كأن الرملة والأسمنت واللي تحت البلاط ما بقوش موجودين أصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. خاله فضل قاعد معانا وجاب ناس وصلحوا البلاط وحطوا جبس وأسمنت ورمل وعدلوا البلاط وعدلنا السجادة تاني. وبعد يومين بالظبط البلاط وقع تاني بنفس الطريقة. وقعد البلاط كده لحد ما سيبنا الشقة خالص وسكننا تاني في بيت جدتي. بس ده بعد سنين طويلة هبقى احكيها لكم. الشقة دي كانت مرعبة وغامضة وفيها احداث كتير قوي، بس ده اللي انا فاكراه. لما ندخل على البيت دلوقتي هوريكم شبابيك السلك اللي ماما عاملاها بحطة ايدها. احنا دلوقتي وصلنا لشارع احمد عصمت. شارع احمد عصمت انا خدته من اوله وجايباكوا هنا معايا علشان اوريكوا الشقة المرعبة اللي انا سكنت فيها فترة من عمري. وسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله الجيران كلها فاكرة ماما مع ان احنا سبناها من 27 سنة. استغربت فعلا ان الجيران لغاية دلوقتي فاكرانا وفاكرين ماما كويس قوي وفاكرين بابا حسن وفاكرين بابا طاهر. فضلت ماشية في الشارع ده حوالي 35 دقيقة لأني بصراحة نسيت المكان. رحت من سنتين بس كنت رايحاه بعربية، فما حسيتش بالمشي ده كله وما حسيتش بالوقت ده كله. بس بصراحة ما اكذبش عليكم انا كنت مستمتعة ان انا هاخد راحتي المرة دي وهبقى معاكم وهشارككم اللحظة دي وهوريكم البيت اللي انا كنت مرعوبة منه وانا صغيرة. على فكرة انا لو خيروني ان انا اسكن تاني في البيت ده هسكن فيه، انا مش خايفة. بس المغامرة فعلا ساعتها وانا طفلة كانت مخوفاني. انا كده ماشية جاية من شارع جسر السويس وداخلة على احمد عصمت وهدخل على الشارع اللي فيه البيت. من الناحية التانية كان المترو. انا كنت غالبا باخد طريق المترو عشان اروح المدرسة لان عندي كان مدرستي كانت في التحرير. كده انا دخلت الشارع اللي اسمه شارع احمد زكي اللي متفرع من احمد عصمت، واللي خلاني اعرف اوصل للبيت تاني الحمد لله ان انا فاكرة العنوان بالتفصيل. طبعا الشارع اتغير وشكل الشوارع اتغيرت بس برضو انا كنت فاكرة دي اسمها ايه، التأديب والتهذيب بتاعة الاطفال اللي هي الاصلاحية تقريبا، كانت في وش بيتنا. من ضمن الحاجات اللي كانت تخوف. كده انا ماشية في الشارع ومفروض الشقة على ايدينا الشمال وانا بصور على ايدينا اليمين. شايفين الشجر؟ ماما كانت زارعة قدام البيت 3 شجرات. لما رحت من سنتين لقيت شجرة واحدة اللي انا مصورها لكم اللي هتطلع لكم دلوقتي في الفيديو. شايفين الشجرة؟ ما بقاش ليها اي اثر. المرة اللي فاتت كانوا الشجرتين، دلوقتي الشجرة التالتة كمان. ده شباك البيت وادي الشجرة اللي انا كنت متصورة جنبها اهي. بصوا كانت جميلة ازاي وفراحة كانت حلوة ازاي. طبعا سألت كل واحد رمى التهمة على التاني وكل قال ان ده اللي قطعها واللي قال ان الحي اللي قطعها. وصلنا البيت دلوقتي وادي باب البيت.
هو وولاده افتكروني ورحبوا بيا جدا جدا وخدوا تليفوني. كانت فرحت فرحه طبعا كبيره ان انا قوي قوي قابلتهم، قوي وفرحت ان اكتر انا ان هم قابلتهم افتكروني وافتكروا والدتي وافتكروا والدي. وبس يا جماعه. دي قصه شقه عين شمس، ودي المغامره الصغيره اللي انا عشتها في شقه عين شمس. اقول لكم كانت احلى ذكريات العمر. ركبت توك توك بقى ورجعت على بيتي، وادي طريق التوك توك. كل طريق التوك توك ده اللي انتوا شايفينه وانا بتحرك جواه كنت باخده مشي كل يوم علشان اروح المدرسة. وكمان مش بس كده، لا ده انا كنت بنزل محطة المترو بتاعت جدتي علشان اقابلها واشوفها، وبعد كده اروح المدرسة. وكنت بمشي في الشارع ده الساعة 5 الفجر. كنت ببقى حريصة قوي ان ماما ما تصحاش الصبح بدري وتلاقيني عاملة دوشة فتقولي انتي نازلة بدري كده ليه، لاني بصراحة كنت بعمل كده من وراها. بروح اقابل جدتي كل يوم من وراها علشان ما تزعقليش، عشان اكيد هتبقى خايفة على صحتي، لاني كنت بنزل بدري قوي. غالبا الدنيا كانت بتبقى ضلمة، بس انا ما كنتش بخاف. وكنت باخد زي ما قلت لكم اول مترو، وبركب المترو علشان اروح محطة التحرير. وادي شايفين انا ماشيه قد ايه، كل ده مشي. كنت بمشي 25 دقيقه كل يوم، وكانت رجلي صغننه خالص، ما كنتش بعرف امد، كنت لسه طفله. عايزه اقول لكم احنا دلوقتي واحنا ماشيين هوريكم شارع دلوقتي حالا هيجي. انا كنت بحس ان انا بعدي طريق سريع اصلا. اتصدمت لما شفت ان الشارع ده صغير، ما كنتش اعرف انه صغير كده، بس عشان انا كبرت يعني فقدرت استوعب حجم الشارع الحقيقي. انما هو شارع صغير قوي عادي، يعني فيه عربيات رايحه وعربيات جايه وبس كده. وده يا جماعه طريق المدرسه اللي انا كنت باخده رايح جاي لمده ترم كامل كل يوم. وعلى فكره في تالتة اعدادي كمان هاخده تاني، وهنعرف ليه مع بعض. معلش هو الطريق طويل شويه، خليكم معايا. ايه رأيكم بقى في قصتي الجميله؟ ادي الشارع اللي انا كنت حاسباه ان دي معديه مثلا طريق سريع، هو شارع صغنن قوي. وبعد كده دخلنا ورايحين على محطة المترو. كل ده وانا راكبة التوك توك، كل ده كنت باخده مشي. كنت بعذب نفسي والله. طبعا ما كانش في تكاتك على ايامنا يعني، وانا مصروفي كان صغنن قوي، ما كانش ينفع خالص ان انا اركب تاكسي، ويستحيل كان يمشي التاكسي في الطرق دي صراحة زمان. وهنا بقى يا جماعة وصلنا محطة مترو عين شمس. وبصراحة أنا اتخضيت، كل المباني دي ما كانتش موجودة قبل كده، والشارع ما كانش متسفلت كده. ده هنا كان في طريق قطر رايح جاي، وكنت بخاف منه. أنا بقى هل كان طالعة سلم المترو ومش قادرة، ووصلت لشباك التذاكر. أول ما قلت للراجل عايزة تذكرة حلوان، لقيت الراجل بيقول يا لهوي الله يكون في عونك، هتركبي كل المحطات دي. وزي ما انتوا شايفين انا كنت ساعتها بركب للتحرير، دلوقتي هركب من عين شمس الحلوان. بصوا المباني جميلة ازاي، المنطقة اتطورت قوي والشارع بقى واسع قوي وبقى حلو. واديني نزلت المترو وراكبة المترو. السلام عليكم. انا قلت ايه، اطلع واسلم عليكم كمان بنفسي، واصور لكم المترو كمان بالمره. اي حاجه يمكن الناس ما تعرفوش، مع ان اكيد مصر كلها اللي ساكنين في القاهره ركبوا المترو ده، لانه مترو الشعب. ده طبعا اللي رايح اتجاه المرج، وانا مستنيه اللي رايح اتجاه حلوان. كان يوم ومشوار جامدين جدا عليا، بس بصراحه المغامره كانت تستاهل، وكنت عايزاكم تبقوا معايا، وكنت ما هبقى مبسوطه قوي علشان انتوا معايا المره دي. وفعلا انا مبسوطه. المترو بتاعي جاي اهو من بعيد، انا مستنيه عند اول عربيه، عشان في حلوان المكان عند اول عربيه، عشان ما امشيش كتير بصراحه بتعب. اديني هركب المترو. بصوا كل الاخضر ده هيعدي، كل الاخضر. وصلنا حلوان اخيرا بعد ساعه ونص جوه المترو. وصلنا حلوان.
ودخلنا المحطة بأعجوبة زي ما انتم شايفين، المترو ماشي بسرعة النملة. وبعد كده هنزل من حلوان واركب الميكروباص بتاع المشروع. ما تستغربوش، انا كل يوم باخد المشوار ده، بس الحتة بتاعت عين شمس دي مش موجودة. فاكرين لما وريتكم طريق الكورنيش وطريق الاوتوستراد؟ ده بقى طريق المترو. حلوان اهي. يلا بينا نخرج من المحطة. بصوا التذكرة دي، انا اول مرة اشوف شكلها بصراحة. التذكرة يا بتبقى بامبا يا خضرا يا صفرا، دي اول مرة اشوفها تقريبا، هي دي التذكرة الجديدة يعني. وصلنا الموقف بتاع الميكروباص. ده موقف بقى ايه المشروع واطلس وصالح صبحي مدينة الموظفين ومايو، يعني ما شاء الله شامل كامل. هركب الميكروباص اللي بشاور عليه ده وهنطلع وبس. هنوصل البيت، ادينا وصلنا البيت. ايه رأيكم في يومي؟ انا كنت مبسوطة جدا 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 ان انا معاكم النهاردة، ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ويا رب اكون عرفت اصوره صح، واكون عرفت اوصل لكم شوية معلومات صح عني. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد المرة الجاية ويكون احلى من ده. هتوحشوني كتير قوي قوي قوي. اشوفكم على خير يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.